بقالي كتير قوي ما صورتش بالليل، على طول بصور الصبح بس. مبسوطه، عاجبني قوي ان انا احط الرينج لايت والبتاع ده مظبطاهم، وحاسه بقى ان انا مرتاحه. بصي بقى حلوه، الفيديو ده يكون مختلف تماما، فعايزاكي كده تركزي معايا وما تتوقعيش مني اني هقول كلام انت عارفاه بتسمعيه كل سنه وقبل بدايه السنه الجديده. اولا كده، مين قالك ان انت لازم تحققي اهداف اول ما السنه تبدا وتقعدي تجري حوالين نفسك وتقسي عليها؟ مين قالك؟ ومين قالك ان دي سنتك اصلا في تحقيق اهدافك دي اللي انت حطاها؟ ها، صدمتك؟ صح. اهدي بس كده يا ستي وخليكي معايا. اولا مش كل واحد السنه بتاعته بتبدا يوم واحد واحد. انا عارفه ان هي طاقه جماعيه وان كل الناس بتشوف وبتحس بالفايبس اللي هي بتاع السنه الجديده، وان احنا عايزين نحط اهداف ومتحمسين ان احنا نحطها وكل الكلام ده. اوكي، انا ما عنديش مانع، يعني اعملي كده زي ما الناس بتعمل عادي، بس ما تقسيش عليها. مش انا في دماغي انت ما تقسيش عليها ان انا لازم يوم واحد واحد مثلا انزل الجيم، لازم يوم واحد واحد ابدا بقى ادون. انا حطيت هدف تدويني، يعني لازم يوم واحد واحد ابدا ادون فعلا الربع ساعه اللي انا حطيتها او العشر دقايق اللي انا حطاهم. مش لازم يوم واحد واحد. ايه يوم واحد واحد؟ او مش لازم اول شهر. ما افرضي ظروفك ما جابتكيش اول شهر ان انت تحطي الهدف ده، عادي. وانا فاهمك دلوقتي اصلا انا قصدي ايه من الكلام اللي فات ده. فممكن تكون السنه بتاعتك، بدايه السنه بتاعتك او سنتك الحقيقيه بتبدا يوم ميلادك. يعني انت يوم ميلادك مثلا ان كان 1/3 او شهر 3، يعني افرض انت مثلا حطيتي اهداف زي ما بقيه الناس حاطه، وفعلا انت حاسه بالفايبس بتاعت عيد ميلادك، اللي هو انا خلاص عيد ميلادي كان يوم في شهر 3، فانا حسيت كده برفرش ببدايه جديده. فانا لقيت نفسي او القدر حطني ان اهدافي اللي انا كنت حاطاها من اول السنه بدات تتحقق من بعد شهر 3. فليه برضو بنقعد نقسى في نفسنا ونقعد نقول انا فعلا في اول شهر لازم ابدا احقق اهدافي، والشهر التاني ليه ما فكرناش في ان السنه بتاعتنا ممكن تكون بتبدا سنه ميلادنا احنا، مش سنه السنه الميلاديه اللي هي كل سنه، اللي هو النيو يير اللي هي يوم 1/1. ليه ما فكرناش فيها ان هي ممكن تكون سنه ميلادنا اصلا؟ يعني احنا ليه بنقعد نحط اهداف كل سنه وبنجبر نفسنا ان احنا نحققها في اول شهر من السنه، وبنبقى ملناش نفس ولا طايقين ان احنا نحققها، بس لازم نحققها يعني. وعدنا لنفسنا هيكون راح على الفاضي يعني، وخلفنا وعدنا يعني لمجرد ان احنا بنبقى الناس كلها عشان حاطاه. وزي ما انا قلت لكم بالفايبس كل الحاجات دي، يعني ما عنديش مانع تحطي، بس مش ان انت تجبري نفسك اللي هو يلا انا لازم احقق الهدف ده حتى لو ماليش نفس. هو المفروض نعمل كده، بس مش بالشكل اللي هو لا. او مثلا عشان ما بداتش اول شهر فخلاص يبقى الهدف ده مش هحقق، ومش هحاول في شهر تاني وتالت ورابع ولحد 12. مش كده. هو بس الجو اللي حواليكي مشجعك ان انت تكتبي اهدافك، وزي ما انا قلت لك ممكن تكون مش الشهر بتاعك اصلا الاولاني ولا التاني انت تحققي الهدف ده. ممكن تكون السنه بتاعتك مثلا بدات من شهر او اللي قبله، وان انت بداتي تشتغلي فعلا على اهدافك وتطوري منها وتاخدي خطوات ان انت فعلا تحققيها، وانت مش حاسه بكده. فبتفكري او الناس بتوهمك ان انت لازم تبداي يوم 1/1، ولو ما عملتيش كده يبقى انت فاشله وما عندكيش اراده. لا يا روحي، لا يا روحي. يعني انت مثلا كنت شفتي الفيديو اللي فات بتاع ازاي تستغلي ال3 شهور دول اللي انا قلت لكم نسخن فيه، باننا نحقق اهداف كده بسيطه نكمل بيها السنه الجديده. الفكره ديت اصلا بتخليكي ان انت لو انا بادئه قبل الناس اصلا ما تبدا، وبتعملي كده لنفسك، مش عشان السنه الجديده بدات فانا لازم اعمل كده واحقق اهداف. لا، يعني انت ممكن تكوني بادئه تمام وخلاص، جه شهر 1 مثلا حصلش نصيب معرفتيش تنزلي الجيم، جه شهر 1 حصل حاجه معرفتيش تكملي بقيت اهدافك دي، وكملتي تاني في شهر 2 و3 او كده. فلازم هتقعدي تقولي انا ازاي ما بداتش في شهر 1، او انا متضايقه او بتاع. لا، انا اوريدي بادئه من السنه اللي فاتت اخر 3 شهور، فبالتالي انا اصلا شغاله في تحقيق الهدف ده، انا مش موقفاه. اقول لك اكتشاف انا اكتشفته بنفسي السنه دي بس،
خلاني ادرك الوهم اللي انا كنت عايشه فيه سنين طويله، وان شاء الله مطبقاه لسنين جايه كتير. وهو ان انا كحبيبه سنتي بتبدا يوم ميلادي. يعني انا يوم ميلادي لما خلاص بحتفل بيه وكده، بعد الوقت ده بحس فعلا ان انا it's a new beginning. انا ما بحسش خالص ولا تقريبا، يعني نادرا لما كنت بحس ان انا السنه بتاعتي هي اليوم 1/1 دي، ما بحسهاش خالص. كنت مش عارفه ايه السبب. كنت برضو بحط اهداف واعمل نفس الاخطاء اللي انا بحكيها لكم دي. كنت بحط اهداف واجبر نفسي ان انا خلاص لازم يوم 1/1 ابدا بقى من 1/1. عارفين زي مثلا اللي هو انتوا بتقولوا انا عامل دايت او انزل جيم يوم السبت، كل يوم سبت من من يعني كل يوم اول يوم في الاسبوع او اول يوم في الشهر، فبالتالي هيكون اول يوم في السنه. ولو طبعا ما بداتش يوم السبت وبدات الحد او الاثنين فالاسبوع راح، فنبدا بقى السبت اللي بعده. فاهمين؟ فهكذا نفس الفكره في موضوع السنه. الناس كلها بتعمل كده، فانتوا اكيد متشجعين ومتحمسين ان انتوا تعملوا كده. فبالتالي بقى لما بيحصل انتوا مش بتحسوا اصلا ان انتوا بتحققوا، فبتحسوا باحباط. فاللي عايزه اقوله لكم ان انتوا ابداوا السنه دي بشكل مختلف. انتوا شوفوا لو انتوا مثلا السنه بتاعتكم بتبدا مثلا، على فكره مش شرط السنه بتاعتكم تكون بتبدا يوم ميلادكم، ممكن تكون بتبدا في رمضان. يعني انتوا مثلا بعد رمضان لو انتوا بتحسوا بريفريش كده وان انتوا خلاص حاسين اللي هو بدايه جديده. انا مثلا كنت بعمل عقد مع ربنا، كنت بعمل زي عهد كده ان انا هلتزم معاه في خلال شهر رمضان. فواحده لقيت نفسي ان انا ببدا اعمل اهداف تانية في شهر رمضان. هي مثلا عدت التدوين، لقيت نفسي ان انا بدات اظبط الدايت بتاعي في رمضان. بدات اكل صحي، اركز في صحتي. لا بدات اقرا قران. فبالتالي انت اوريدي هتكون بتلاقي نفسك حققت اهداف في رمضان. فبتحس بقى ان اللي هو لا انا عايزه اكمل بعد رمضان. فمفيش مشكله، عادي السنه بتاعتك تبدا من رمضان، ممكن تبدا من الشهور الهجريه. فانت على حسب انت ظروفك. يعني انا مش عايزاكم تعقدوا نفسكم قوي تقعدوا تقولوا انا لازم احط اهداف في بدايه السنه وبتاع. اوكي حطوا اهداف براحتكم، حطوا اهداف وقت ميلادكم يعني في عيد ميلادكم، حطوا اهداف في بدايه السنه، حطوا اهداف في رمضان. بس طبعا مش اهداف مختلفه، يعني تكون قريبه من بعض. وشوفوا انتوا، جربوا كده، شوفوا انتوا مرتاحين لاني وقت فيهم، وابداوا بقى كملوا على كده السنين اللي جايه. مش شرط يوم 1/1 في السنه. انا بقول لكم انا شخصيا اكتشفت 2025 دي ان انا السنه بتاعتي بتبدا يوم ميلادي. انا بحس بازدهار، ولاحظت على فكره ده لما فكرت. لان انا الفكره اللي بقولها لكم ديت انا سمعتها من حد، انا مش فاكره مين بصراحه، بس سمعتها من حد. فبالتالي لما طبقتها على حياتي لقيت فعلا، لما طبقتها ولاحظتها لقيت فعلا ان انا من سنين فاتت انا فعلا من بعد الشهر بتاع عيد ميلادي انا حياتي بتزدهر. يعني بلاقي كده في اهداف بتتحقق وفي الدنيا سالكه. لكن قبل كده الشهور اللي فاتت دي ما فيش حاجه بتتحرك. فاقتنعت بقى وفهمت ان هو لا، انا عادي. يعني انا يوم ميلادي مثلا اهوت اهدافي لقيتها ان هي سهله تتحقق، مش ان هي مش لازم يوم 1/1 في السنه. ممكن يكون على فكره الفتره ديت عشان هي فتره شتاء، ممكن تكون هي زي مراجعه مع نفسك. ممكن تكون انت بتحط اولويات، وان انت هتبدا في شهر 3 مثلا، في شهر 4، في شهر 5، في الصيف. لما برضو الفايبس بتاعت الصيف والناس كلها متحمسه والطاقه بتاعت الحركه والبتاع، ممكن انت تلاقي نفسك متشجع ان انت تحقق اهداف ويلا مع الناس يعني فعادي يعني. فاهميني؟ ممكن تبدا بقى من بعد يعني من 6 شهور اللي هم بتوع الصيف دول لحد بقى 12 وتكمل على كده. ما تحسبش ان انت خلاص لازم تبدا سنه جديده فانت ضيعت 6 شهور من السنه القديمه. ما تاخدهاش كده خالص. فاهمني؟ يعني كمل عادي اهدافك. مش عايزه الناس تعقد نفسها موضوع الاهداف والسنه الجديده والحاجات ديت. فاهميني؟ يعني انا لسه هعمل لكم فيديو عن ازاي تحط اهدافك صح. انا ده عاملاه مش عشان بس بدايه السنه الجديده، لا انا عاملاه هو عشان ده انسب وقت. بس انا عاملاه عشان انت تاخده بقى تطبقه على حياتك كلها، على يوم ميلادك او في رمضان زي ما انا بقول لك، على حسب الوقت اللي انت مرتاح فيه ان انت تبدا السنه بتاعتك انت، مش السنه بتاعنا كلنا اللي الناس بتبدا فيها. يا جماعه
بوز كده للكلام العميق اللي فات، وعايزه اعرفكم على حد مهم قوي في حياتي، وهي اختي ليلى. هيا يا جماعة ازيكم؟ يلا نرجع ونكمل الفيديو بتاعنا. سوري على الفاصل الاعلاني ده. فاللي عايزه اقوله لكم ان انتوا ما تزعلوش لو ما حققتوش هدفكم. احنا مش في سباق يا جماعه، احنا مش في سباق. ودي الحاجه اللي يعني انا مدركاها من كام سنه، بس بحاول اطبقها فعلا. احنا مش في سباق. احنا لما بنيجي نقارن بنقارن نفسنا بنفسنا، مش نفسنا بالناس. المفروض ده ما ينفعش كده. لازم نركز على نفسنا ونركز في الطريق بتاعنا بس، ما نبصش على اي حاجه ناحيتنا. فممكن تكون سنتك في تحقيق هدفك مش السنه دي، ممكن يكون السنه الجايه. يعني انت ممكن تكوني حاطه هدف تحققيه وربنا ما يرزقكيش ان انت تحققيه السنه دي. فمش تعملي يعني ما تحبطيش خالص. عادي نحاول السنه الجايه. يعني مش كل الاهداف اكيد اللي احنا بنحطها او اللي انا بحطها بتتحقق السنه دي. ممكن يكون يعني انا مثلا حاطه هدف مش مناسب السنه دي، او حصل ظرف خلاني ان انا مش عارفه احققه. فخلاص عادي، يعني اتس ايزي. حققنا الاهداف اللي احنا عايزينها، فخلاص نحط الهدف ده ننقله للسنه الجايه عادي جدا، مفيش اي مشكله. احنا مش في سباق في ان مين حقق هدف فاحنا لازم نروح نحققه، ولو ما حققناهوش نكون متاخرين او كده. لا، كله ماشي بتقاليد ومواقيت ربنا. فربنا حاطط فربنا اللي هو عايزه، او لو كان الهدف اللي احنا حاطينه ده هيتحقق ومكتوب في قدرنا فعلا، فهو هيحققه لا محاله، بس بالطريقه بتاعته هو مش بطريقتنا احنا. فممكن يكون السنه دي، ممكن يكون السنه الجايه. ما تشغلوش بالكم، سلموا امركم لربنا. سلموا امركم لربنا يا جماعه، سلموا امركم لربنا وسيبوه هو يتصرف بحكمته. وان شاء الله لو انتوا بجد نيتكم سليمه ونيتكم من جواكم كده ان انتوا عايزين تحققوا هدفكم ده، والله العظيم يعني لو كان مكتوب لكم هيتحقق فعلا. يعني انا بقول لكم والله العظيم هيتحقق فعلا، بس تكون نيتكم صافيه وفي نيه كده ان انتوا فعلا عايزين تحققوه، تكون انتوا اللي عايزين تحققوه، مش عشان الناس بتحققوا او كده. اوكي، بس كده ده كان فيديو النهارده. love you so much و ciao ciao.